وفاة الفنان نعيم عيسى وسبب الوفاة صادم. الوسط الفني صحي النهارده على خبر محزن جدا، وفاة الفنان الكبير نعيم عيسى عن عمر يناهز 92 سنة بعد صراع مع المرض. ابنه سامي عيسى هو اللي أعلن خبر الوفاة بنفسه وكتب وقال أبويا في ذمة الله، بس اللي لفت نظر الكل هو سبب الوفاة والتفاصيل اللي انكشفت في الأيام الأخيرة عن حالته الصحية وإزاي كان عايش آخر 10 سنين. بنت الراحل اتكلمت من كام يوم وقالت إن والدها اتعرض لالتهاب رئوي شديد دخل العناية المركزة بسببه، وكان على جهاز تنفس صناعي لدرجة انهم اضطروا يعملوا له شق حنجري عشان يقدر يتنفس، وده خلى صوته يختفي تماما لان العملية كانت موجودة جنب الاحبال الصوتية بالظبط، وكان بيحاول يتكلم بس للاسف ما كانش فيه صوت. الجنازة هتكون بكرة بعد صلاة الظهر من مسجد المنارة في الاسكندرية حسب ما اعلن اشرف زكي نقيب الممثلين. نعيم عيسى من الفنانين اللي ليهم بصمة في كل عمل ظهر فيه، حتى لو كان مشهد واحد قدم اكتر من 200 عمل فني، واخر ظهور ليه كان في سنة 2016 في فيلم حسن دليفري. والمفاجأة اللي الناس كتير ما تعرفهاش انه في اخر ظهور ليه قال انا بقالي سنين ما ظهرتش، انا معاشي 1200 جنيه يا دوب بدفع ايجار الشقة منهم لله، لا حد بيودني ولا حتى حد بيجيب لي شغل، يا ريت كلنا ندعي له بالرحمة والمغفرة.